السلام عليكم، ما نبقاش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. هو ده احمد سالم، هي دي شخصيه احمد سالم، بس كده. كنت تقريبا 3 ايام عن الهوجه بتاعه احمد سالم، هو المتحدث الرسمي الاعلامي عن نادي الزمالك. طبعا الناس كلها بتقول ان احمد سالم حب يعمل فيها بطل الزمالك، يعني يعيش في دور البطوله، انه رفض يلعب في السعوديه. انا هاخد الموضوع من وجهه نظر، انا ما عنديش اي معلومه. من وجهه نظر انا ان الزمالك طبعا ما رفضش يلعب في السعوديه ولا حاجه، لان هو اصلا من 3 اسابيع كان لسه لاعب هو والاهلي مباراه السوبر هناك، واللي طبعا الاهلي نفخ فيها الزمالك 2-0، جون امام عاشور، والجون الثاني القضيه ممكن للمره الثانيه. كل الاتجاه وكل الكلام كان على ان الاهلي والزمالك هيلعبوا ماتشهم يوم 15/4 في السعوديه، وان الفرقتين هياخدوا لوكشه فلوس، وفلوس كمان هتروح مش عارف للاتحاد، وفلوس هتروح للرابطه، وفلوس هتتوزع على فرق الدوري، ومرمطه فلوس او مغه فلوس، والكل هايص ومبسوط عشان هيغتنى ياخد شويه فلوس حلوين. ووسط ما الكل ماشي في الاتجاه ده، قام طالع لنا احمد سالم وقال لك ايه؟ الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استاد القاهره يوم 15 ابريل لمقابله فريق الاهلي وفقا لجدول مباريات مسابقه الدوري العام. اسمع انت الكلام ده او تقراه فجاه كده ما تفهمش اي حاجه، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. طبعا الناس دلوقتي بقت فاهمه كل حاجه، انما ساعتها محدش يبقى فاهم اي حاجه في اي حاجه. الناس بعد كده بدات تحلل الزمالك واحمد سالم عاوزين ياخدوا دور البطوله، يعني ان هم رافضين اللعب في السعوديه. انا ليا وجهه نظر مختلفه تماما. الفكره كلها في ايه؟ ان الزمالك خلاص عاوز يبلغ الناس، بما ان يعني الماتش ده للزمالك الاول، الماتش اللي جاي ده 15/4 ده ماتش الزمالك هو اللي منظمه، فالزمالك عاوز يبلغ الاعلام ان هو الماتش هيكون في استاد القاهره. طيب احمد سالم صاغه بالشكل ده ليه؟ هقول لك انا بقى. اللي متابع احمد سالم على السوشيال ميديا وفي التلفزيون بعيدا خالص عن الرياضه خالص نهائي، اللي متابعه هيبقى عارف ان احمد سالم ده شخصيه بيحب يعمل فيها نفسه انه عميق قوي في نفسه كده، وانه مثقف قوي، وهو دايما بتلاقيه واخد الاتجاه الشمال. لو الدنيا كلها ماشيه في اتجاه، هو لوحده وهم طبعا معاه مجموعه زيه يكونوا واخدين الاتجاه المخالف او الاتجاه الاخر. هو ده احمد سالم. البيان بتاع احمد سالم ده كله عباره عن شخصيته، هو طلع فيه شخصيته اللي هي بتحب تبين نفسها انها عميقه قوي ومفتح ومثقف، وان مفيش منه 2 3 في الدنيا، وانه جامد اخر 6 حاجات في الدنيا. ده كل الموضوع. كل الموضوع ان الراجل حب يعمل نفسه عميق قوي، بس كل الموضوع يا جماعه. حط الموضوع وكبرتوه قوي. بعدين الزمالك يلعب في الاسماعيلي، يلعب في المصري، يلعب طبعا انا عارف مفيش حاجه اسمها المصري والسعيد، يلعب حتى في عزبه المعاصره، هو كده كده مغلوب. وبرجع تاني واقول اهو، قبلها باسبوعين الزمالك هيتنفخ تاني من الاهلي. انا في الماتش اللي فات قبله تقريبا ب3 4 ايام ولا اسبوع قلت ان الاهلي هينفخ الزمالك، وللمره الثانيه بقولها تاني ومصر عليها، الاهلي برضه هينفخ الزمالك، وده العادي وده الطبيعي، ده اللي احنا اتعودنا عليه. احنا ما بخترعش حاجه يعني، انا بقول العادي والطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه من ساعه ما بدينا نشوف كوره. الزمالك غلب الاهلي مرتين 3 على مدار عيشتنا دي كلها، والباقي شوف الاهلي بياخد الزمالك 6 رايح 4 جاي، 4 رايح 3 جاي على طول، نفخ 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 نفخ، مفيش رحمه. عادي لما الاهلي يغلب الزمالك يوم 15/4 الجاي، ده العادي والله، مش حاجه جديده. انا بس يهمني ارجع تاني للموضوع واقول احمد سالم صياغته للبيان بالشكل ده علشان ده اصلا برضه بينعكس على طبيعته، او هو طلع طبيعته اللي بيحب يبين نفسه فيها انه عميق قوي. يعني الموضوع ابسط من كده بكتير، كان ممكن يطلع يقول حصل كذا كذا، ان الفيفا رفضت، وان الماتش مش هيتلعب في السعوديه، هيتلعب عادي في مكانه في استاد القاهره بس وخلص، وكان احنا فهمنا كل حاجه. انما هو زي ما قلت كده قام طالع مطلع البيان لما كل الناس طلعوا في اتجاه، هو طلع لوحده في اتجاه تاني، ما نبقاش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. هو ده احمد سالم، هي دي شخصيه احمد سالم، بس كده. السلام عليكم.